هاد الفيديو راهو معمول ليك اللي ماشي ما فاتنش حيف الشراكل المسكر، وصفه تقليديه 100%، فيه ريحه زمان بنه زمان. تبعي معايا الوصفه راح تنجحي فيه. في ان ريسيبيون راح نحطو 3 كيلات نتاع فرينه كيما راكم تشوفوهم معمرين بهذا الشكل. نغربلوهم مليح، نزيدو عليهم قرصه ملح، ملعقه تاع لافاني وملعقه تاع سكر غلاس. نغربلو كلش، لازم كلش يتغربل. نحركوا المواد الجافه في بعضهم ونزيدو عليهم كيله تاع سمن دايبه وبارده. نزيدو فيها كاس صغيور نتاع لاتاي نتاع مزهر. نطمو العجينه تاعنا حيت نحصلوا على ان بات تري صابلي تتفتت وحدها. نبداو نزيدو بشويه المزهر ونطمو العجينه تاعنا حتى نتحصلوا على عجينه طريه وتكون ناشفه ما فيهاش ليدام. كي نزيروا عليها في يدنا ما تجيش تبرق بهذا الشكل. نغطوها ونخلوها ترتاح ساعه ولا زوج. من بعد الحشو تاعنا راح نديروا 2 كيلات نتاع لوز مرحي رقيق، نزيدوا عليهم شويه تاع القرفه، نص كيله نتاع السكر و المغرفه صغيره نتاع ليدام مع المزهر. نطموها لا فاس ما لازمش تكون تلصق. نديروها دي بول نتاع 10 غرامات، نغطوهم. بعد نولوا العجينه تاعنا نديرو دي بول تاع 30 غرام ونغطوهم. نحلو العجينه بهذا الشكل اوفال، نحطوا لو بودان تاعنا تاع اللوز ونغلقوا عليها هكذا. من بعد نتقبوها من فوق باش نخرجوا لها الهواء، ضروري نتقبوها. نغلقوا مليح من تحت، نحطوها في ان بلاطو ونطيبوهم في فرن مسخن على 160 درجه لمده 20 دقيقه. كل واحد والفرن تاعو، لازم كل واحد يعس لا كويسون. الطياب يكون غير دوغي، ما لازمش يطيب بزاف باش ما يبسناش الحشو والغاطو ما يبسش. نحضروا السيرو تاعنا، راح نحطوا في ان ريسيبيون 250 مليلتر مزهر، 100 غرام نتاع السكر وملعقه صغيره تاع لافاني. نحركوهم بارد في بارد ونتغطسوا الغاطو تاعنا داخل السيرو. نحطوهم فوق ان بابي ابسوربون بهذا الشكل باش نقصوا شويه ليكسيدون تاع السيرو. ومن بعد نحطوهم ديريكتومون داخل السكر اللي كلو غربلناه من قبل. نضغطوا عليهم غير بشويه باش ما يتكسروناش الحبات. ومن بعد نخلوهم دقيقه ولا نحو هذاك السكر بهذا الشكل، نمسحوهم مليح من الفوق ونحطوهم في ان بلاطو. من بعد نجيبوا غرباله رقيقه ونسوبودر شويه سكر هكذا باش نعطيو اني في شباب. راح تحصلوا على احسن شراكه على الطريقه التقليديه. هايل. ما تنسونيش لايك كومونتير بارطاجي. على بروشين ان شاء الله.